السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي تحكي عن البيت اللي أنت عايش فيه، وهنتكلم عن إزاي تحكي عن الحي أو النيبرهود، المنطقة الصغيرة كده اللي أنت عايش فيها. إحنا كنا اتكلمنا قبل كده بالفعل عن إزاي تعرف نفسك، واتكلمنا عن يوم أجازتك ويوم روتينك، تحكي روتينك إزاي. اتكلمنا عن كل ده بالتفصيل، وإحنا في الدروس بتاعتنا اللي من النوع ده بنعرف او بنحلل كل حاجه بشكل تفصيلي، سواء اذا كانت ليها علاقه بكلمات الجرامر مش قوي في الوقت الحالي لان لسه في البدايه، فمعظم الحاجات اللي بتستخدم في الوقت الحالي هي مضارع بسيط، لكن احنا بنحلل كل حاجه بنمر عليها. الحاجات اللي ليها علاقه بالنطق، ازاي بتتنطق، ازاي تسمعها، كل الحاجات دي ان شاء الله بنمر عليها كده واحنا معديين، فالدرس بيكون طويل شويه. فان شاء الله هنبتدي. حابب افكرك كمان ان هيكون في ملف PDF موجود تحت في اول تعليق او في الديسكريبشن، ممكن تدخل عليه عشان تقرا القصه فيما بعد وتستفاد اكتر ان شاء الله. فانت كل اللي مطالب بيه ان انت تركز معايا، تسمع بس. لو في بعض الحاجات محتاج تعيدها او محتاج تنطقها ورايا، انطقها ورايا عشان تتعلم صح. بل يفضل انك تنطق ورايا، يعني انت المفروض تنطق ورايا في بعض الكلمات اللي عندك فيها مشاكل عشان تعرف تنطقها صح. ما تكتفيش بس بالسماع، السماع لوحده كويس لكن يعني لازم تقرأ عشان تنطق صح، لانك مش هتعرف تنطق صح الا لما تنطق غلط الاول. فحاول تتدرب معايا بحيث انك ان شاء الله تنطق صح في الاخر. بس كده وبدون ما اضيع وقت، يلا بينا نبتدي. زي ما قلنا النهارده هنتكلم عن البيت اللي انت عايش فيه، وهنتكلم عن المنطقة اللي انت عايش فيها كمان. فهو العنوان بتاع النهارده هو talking about my house and neighborhood. talking about my house and neighborhood. في فرق كده بسيط عايزك تاخد بالك منه ما بين كلمة house وهوم. house وهوم. هاوس هو المقصود بها الحيطان، مقصود بها الاساس بتاع البيت، تمام. بتتكلم عن الحاجات اللي هي الماديه في البيت. انما لما تيجي تتكلم عن هوم تقول ماي هوم، بتكون يعني تقصد بيها الاحساس انك في البيت، احساس بالدفى، تمام. يبقى الهاوس اللي هي الحاجه الماديه نفسها، الاساس بتاع البيت، انما هوم هو المكان اللي انت بترتاح فيه، تمام. فالاتنين ان شاء الله يعدوا علينا النهارده في النص، وهتعرف الفرق ما بينهم ان شاء الله. Hi, I want to tell you a little bit about where I live. I live in a two-story house with my family. It's not too big, but it is very comfortable. And I really love it because it feels like home in every way. Hi يعني اللي هو hi، يعني اللي هو مرحبا. I want to tell you a little bit about where I live. I want to tell you a little bit about where I live. يعني اللي هو بيقول لك أنا عاوز أخبركم أو عايز أقول لكم حاجات بسيطة كده بس عن المكان اللي أنا عايش فيه. I want to tell you. كلمة I want to لما نكون بنتكلم بسرعة، بنتكلم في الكلام العادي خالص، بتقال I wanna tell you. I wanna. يبقى هنا لو بنتكلم، هو النص ده بالمناسبة وكان شخص بيتكلم، بس ده الشكل المكتوب منها. يعني احنا عادة بننطقها لما نكون بنتكلم بشكل سريع، بنقول Hi, I wanna tell you. I wanna tell you. I wanna tell you. وقلنا المرة اللي فاتت كلمة tell أو حرف T عموما هو مش زي الته في اللغة العربية، فبالتالي في همس كده بسيط. يبقى I wanna tell you. I wanna tell you a little bit. A little bit. A little bit. A little. I want to tell you a little bit about. I want to tell you a little bit about where I live. خلي بالك من كلمة little, a bit, a little bit, a little bit. I want to tell you a little bit about where I live. Where I live. تمام. معناها اللي هو أنا عايز أقول لكم عن يعني بسيط كده اللي هو عن أنا عايش فين. I live in a two-story house with my family. I live in a. لما نكون بنتكلم بسرعة مش بتقول I live in a كذا، تقول I live in a. I live in a. I live in a. I live in a two-story house. I live in a two-story house. I live in a. I live in a. ده اللي هو لما نكون بنتكلم بشكل سريع يبقى اتقال اللي هو تكونكتها كده على بعضها، اللي هو I live in a two-story house. I live in a. I live in a. I live in a. I live in a. اللي هو بيقولك أنا عايش فيه
بالمناسبة هنا القاعدة المستخدمة هي مضارع بسيط، لأن هو بيتكلم عن حاجة دايمة، حاجة يعني تقدر تقول كده ان هي حقيقة، يعني حاجة دايمة مش بيتنقل كل شوية. فالحاجة اللي احنا بنتكلم على حاجة دايمة، حاجة دايمة يعني اللي هي مش هتتغير او مش بتتغير، اللي هو عايش في المكان ده، في اللي هو two story house. هنتكلم عن ايه two story house with my family. بيقول لك عايش في two story house معناها من طابقين، اللي هو بيت من طابقين. و two story house بيت من طابقين، في one story house, two story house, three story house, four الى اخره. الكلمه دي معناها اللي هو البيت ده بيت عيله من دورين. يبقى two story معناها اللي هو دورين، three story مع three story house معناها من 3 ادوار 4 ادوار وهكذا. يبقى اللي هو الرقم بيعبر عن عدد الادوار، عدد الطوابق، وكلمه house بتعبر ان ده بيت عيله. يبقى I live in a two story house. I live in a two-story house. Live in a two-story house. في حاجة كمان مشهورة اللي هي two-story building. Two-story building معناها اللي هو يعني ديتي حاجة سكنية مش لأسرة واحدة، مش بيت عيلة. يبقى لو قلت دلوقتي I live in a two-story building معناها إن البيت من دورين لكنه مش بيت عيلة. البيت ده بتاع مثلا، يعني انا ساكن بالايجار مثلا، والبيت ده مش بتاع عيله، يعني انا ماليش علاقه مثلا بالناس اللي في الدور التحتيه او في الدور الفوقيه. كذلك الحال، يعني مثلا لو قلت 5 story house ولو قلت 5 story building. 5 story house معناها ان احنا الخمسه 5 ادوار وكلنا عيله واحده. انما 5 story building معناها ان احنا مش عيله واحده. انا ما اعرفش اصلا الناس اللي ساكنه معايا دي، هم جيران لكنهم مش عيله. It's not too big. It's not too big يعني مش كبير. It's not too big. احنا يعني خلي بالك من كلمة not، ما تقولهاش not. It's not too big. It's not too big. But it is very comfortable. It is very. It is. But it is very comfortable. Comfortable. خلي بالك من كلمة comfortable، مش النقطة الثانية، مش هي خالص، مش اللي في بالك، لا. Comfortable. It's but it is very comfortable. But it is very comfortable. And I really love it because it feels like home in every way. فهو بيقول لك ان هو بيحب البيت ده لانه بيشعر وكأنه يعني في مكان دافي. فاكر الفرق بين كلمة home وهاوس؟ هنا قال كلمة house لأنه هو هنا بيذكر الحيطان، يبقى قال I live in a two-story house عشان هنا يعني هنا house ليه علاقة بالحيطان شوية، الحيطان الأساس بتاع البيت، الحاجات اللي هي المادية، تمام. إنما home معناها الحاجات اللي هو بيشعر بالدفء في البيت ده، بيشعر بالدفء، بيشعر بالأمان، بيشعر بالراحة. But it feels like home in every way. When you enter the house, the first thing you see is the living room. We have a big gray sofa there, a small coffee table, and a TV on the wall. My mom loves decorating, so we have some nice paintings on the wall and plants in the corners. The living room is where we all sit together or just talk after dinner. When you enter the house. يعني أول ما تدخل البيت ده. When you enter the house, the first thing you see is the living room. خلي بالك من TH بتاع the first thing. وبما ان first اللي هي بتنتهي بالT والTH فانت بتدمجهم كده مع بعض، بتقول the first thing. The first thing you see is the living room. خلي بالك من نطق اللي هو is the، يبقى the first thing you see is the living room. The first thing you see is the living room. خلي بالك كده انت لازم تتعود على كل صوت لوحده، وبعد كده تبدأ تدمجهم تدريجيا ولحد ما تيجي معاك ان شاء الله. انا عارف ان الموضوع صعب، اللي هو دمج الصوتين، اللي هو صوت الس او الز بعده التي اتش، موضوع صعب شويه في الاول، لكن ان شاء الله فيما بعد هيجي. يبقى the first thing you see is
The first thing you see is the living room. The first thing you see is the living room. We have a big gray sofa there. We have a big gray sofa there. يبقى هم يعني عندنا احنا عندنا a big gray sofa there، يعني عندنا sofa اللي هي الكنبة، وعندنا we have a big gray sofa there. gray اللي هي اللون الرمادي. We have a big gray sofa there. يبقى خلي بالك برضو من الدمج، يعني لما تكون اللي هي اللينكينج، لما تكون بتتكلم بسرعة يعني الكلام بيدمج كده مع بعض. تقول we have a big gray, we have a big gray sofa there. We have a big gray sofa there. A small coffee table. A small coffee table. A small coffee table. coffee table اللي هي الترابيزة الصغيرة دي اللي بتكون موجودة مثلا في نص الليفينج روم، وبيتحط عليها مثلا قهوة أو أي حاجة بسيطة، يعني مش شرط قهوة. تمام. يبقى a small coffee table and a TV اللي هي طبعا television but عادي ممكن تقولها TV and a TV. خلي بالك من كلمة and، احنا قلنا قبل كده برضو ان and لما تكون يعني بتتكلم بسرعة ومش بتسترس عليها بتقولها and a TV on مش on and a TV on and a TV on the table and a TV on the wall and a TV on the wall and a TV on the and a TV on the and a TV on the wall. خلي بالك من صوت ال wall. and a TV on the wall and a TV on the wall and a TV on the wall. خلي بالك من نطق الحاجات دي كلها لأنها مهمة، لأنها بتفرق معاك أو بتفرق في شكلك كده وانت بتتكلم. My mom loves، طبعا مضارع بسيط، كل حاجة تقريبا مضارع بسيط المستخدم هنا. إن شاء الله فيما بعد هتلاقي أزمنة معقدة أكتر من كده، يعني لو أنت حابب موضوع الأزمنة المعقدة هتلاقي فيما بعد، يعني لأن إحنا بس بنتكلم على حاجات ثابتة أو حاجات بتتكرر، الحاجات بتتكرر، فبالتالي بنستخدم مضارع بسيط. My mom loves decorating. My mom loves decorating. My mom loves decorating. خلي بالك ان هي بس هي فلابتي، فبالتالي بتقول عليها decorating. So we have some nice paintings on the wall. Paintings اللي هي الرسومات اللي هي بتكون موجودة على الحيطة، يعني أو حتى الحاجات اللي أنت بتعلقها. يبقى so we have some nice paintings on the wall and plants in the corners. وكمان في ورد في الأركان بتاع الليفينج روم. يبقى paintings خلي بالك من النطق. paintings اللي هي الرسومات، إنما كلمة plants اللي هي الزهرية مثلا أو الحاجات اللي لها علاقة بالورد أو الزرع عموما يعني. We have some nice paintings on the walls and plants in the corners. The living room is where we all sit together. يبقى the living room is where we all sit together. خلي بالك من كلمة all is where we all sit together. خلي بالك من كل ده. واحنا برضو اتفقنا ان في زي مثلا زي كلمة the living room مش بنقول حرف الجي، وهي كأنها بدون جي خالص، هو الصوت قريب لكنه مش كده. ان شاء الله يعني فيما بعد هنتكلم برضو عن التفاصيل اكتر يعني ليها علاقة بالاصوات وكل ده. or just talk after dinner او ان احنا بس نتكلم بعد العشاء. or just talk after dinner بعد العشاء.
Next to the living room, there is the dining room. It has a wooden table with 6 chairs, and we usually eat lunch and dinner there. The kitchen is right next to it. It's small, but it has everything we need: a fridge, oven, microwave, and lots of cabinets. My dad sometimes cooks, and he is actually pretty good at it. Next to the living room, there is the dining room. يبقى أول حاجة بيقول لك إن هو next to يعني جنب غرفة المعيشة على طول فيه الدايننج روم. الدايننج روم اللي هي الأوضة اللي يعني تقدر تقول كده بالمصري اللي هي أوضة السفرة، يعني اللي هي بيكون فيها ترابيزة ويكون فيها كراسي وهي مخصصة للأكل بس بياكلوا فيها. يبقى next to the living room there is the dining room. يبقى خلي بالك من كلمة next to، مش بتقول next to، لا next to، الاتنين بتدمجهم وكأنهم صوت واحد. يبقى next to the living room there is the dining room. It has a wooden table. يعني بيقول لك إن فيها ترابيزة خشب. It has a wooden يعني ترابيزة مصنوعة من خشب. احنا في اللغة الإنجليزية بنجيب الصفة الأول وبعدها الاسم. It has a wooden table، مش table wooden مثلا ولا أي حاجة من الكلام ده، لا احنا بنقول الصفة الأول وبعدها الاسم. It has a wooden table with 6 chairs. خلي بالك من كلمة اللي هي with 6 chairs. خلي بالك من كلمة 6 اللي هو رقم 6. هي مش يعني زي ما كانت بتتقال يعني اللي هي مش 6، لا هي 6 chairs. 6 chairs مش chair مثلا، لا 6 chairs. And we usually eat lunch. اللي هو الغداء and dinner. اللي هو الغداء we usually eat lunch and dinner there، اللي هو الغداء والعشاء. يبقى خلي بالك برضو لما قلنا لما نكون بنتكلم بسرعة and we usually eat lunch and dinner there. يبقى بيقول لك احنا بناكل الغداء والعشاء هناك. فين بقى؟ في الدايننج room. The kitchen is right next to it. بيقول لك ان الكيتشن اللي هو المطبخ right next to it اللي هو جنب dining room. It is small but it has everything we need. بس فيه كل حاجة احنا عاوزينها. But it has everything we need. يعني في كل حاجة احنا عاوزينها. A fridge اللي هي الثلاجة. But it has everything we need. A fridge. oven اللي هو البوتاجاز. تمام. البوتاجاز اللي هو البوتاجاز كله بقى، سواء اذا كانت بالفرن اللي جواه ده او حتى في السطح بتاعه، كل ده بيتسمى oven. يعني لما تتقال oven بيكون مقصود بها الجهاز كله، سواء المكان اللي هو فيه الفرن اللي هو بتدخل فيه مثلا اذا كان عيش او صواني حاجه معينه، والجزء اللي هو اللي فوق كمان كل ده بيتسمى على بعضه oven. microwave and lots of cabinets اللي هي الحاجات اللي انت بتخزن فيها الاطباق مثلا، او اللي هي تقدر تقول كده عليها اللي هو بالمصري احنا بنقول عليها المطبخ، اللي هي سواء اذا كان خشب او ألمونتال. الحاجات اللي انت بتخزن فيها بقى اطباقك اللي انت مش بتحتاجها، الاجهزه اللي انت مش بتحتاجها، بتخزن فيها اكل احيانا. كل ده عندنا بيتقال عليه cabinets. My dad sometimes cooks. خلي بالك من الاس بتاع cooks عشان ده مضارع بسيط. وخلي بالك من sometimes اللي هي بتيجي قبل الفعل. My dad sometimes cooks. وخلي بالك من كلمة cabinets، احنا عديناها كده بس هي بتتنطق cabinets. تعال نقول الأسماء الأجهزة دي تاني، وهي oven أو fridge, oven, microwave, and lots of cabinets يعني حاجات كتيرة اللي هي بتاع التخزين زي ما وضحنا. My dad sometimes cooks and he is actually pretty good at it. وهو بيطبخ كويس جدا. My dad sometimes cooks and he is actually pretty good at it. يعني هو بيعرف يطبخ كويس جدا.
Upstairs we have the bedrooms. My room is simple, but I like it. There is a bed, a desk where I study and use my laptop, and a wardrobe for my clothes. I also have a small bookshelf. I like reading before bed, so I keep my favorite books there. My parents' room is bigger, so it has a large window that lets in a lot of light. Upstairs يعني معناها اللي هو بقى في الدور الثاني. لو فاكر ان هو قال I live in a two-story house، يعني اللي هو كان من طبعين هو قال two-story house، فهو هنا بيقول لك بقى upstairs يعني فوق بقى في الدور الثاني بقى، في الدور اللي مش موجود تحت. Upstairs we have the bedrooms. We have the bedrooms. خلي بالك من كلمة bedrooms. يبقى هو بيقول لك ان احنا عندنا فوق بقى عندنا غرف النوم. My room is simple. My room is simple اللي هي بسيطة، الأوضة بتاعته بسيطة. But I like it. بس هو بيحبها. But I like it. There is a bed. طبيعي يعني سرير. There is a bed. A desk اللي هو المكتب يعني عشان هيوضح هو دلوقتي عشان يذاكر عليه. And a desk. There is a bed. A desk where I study and use my laptop. يبقى there is a bed, desk where I study and use my laptop, and a wardrobe. خلي بالك من نطق كلمة wardrobe for my clothes, and a wardrobe for my clothes. يعني لو بقول لك كمان في دولاب للهدوم بتاعته. يبقى خلي بالك من كلمة wardrobe for my clothes. تعرف تقولها بقى على بعضها اللي هي أنا wardrobe for my clothes. خلي بالك من and مش بنقول دي أنا wardrobe أنا عشان هنا في أنا wardrobe for my clothes. هي جمع شايفها جمع والله وهي جمع بس هي بتنطق clothes. أنا wardrobe for my clothes. I also have a small bookshelf. A small خلي بالك من كلمة small بس هنا يعني عنده bookshelf صغير اللي هو الرف اللي بيتحط عليه الكتب. يعني لو افترض ان في رف مثلا فهو حاطط عليه الكتب فالرف ده اسمه bookshelf. I also have a small bookshelf. I like reading before bed. خلي بالك من ing بالله عليك خلي بالك منها. I like reading before bed. So I keep my favorite books there. My favorite books there. خلي بالك books there. So I keep my favorite books there. So I keep my favorite books there. My parents' room is bigger. يعني غرفة والدي أكبر. My parents' room is bigger, and it has a large window that lets in a lot of light. And it has a large window that lets in a lot of light. يعني بيقول لك إن فيها شباك كبير وبيسمح الشباك ده بيسمح يعني إن هو بيخلي فيه ضوء كبير في الأوضة يعني. يبقى a large window that lets in a lot of light. We also have a guest room and a small office. The guest room is used when relatives visit. The office is quiet and has a desk and computer. Sometimes I use it when I want to work in peace. We also have a guest room. Guest room يعني اللي هي غرفة للضيوف. We also have a guest room and a small office. يعني ومكتب كده صغير. يعني مكان عادة بيكون يعني لو بيكون في موجود فيه مثلا الجهاز كمبيوتر مثلا أو مكتب للشغل أو أي حاجة للحاجات دي. But we also have a guest room and a small office. خلي بالك من كلمة small لأنها بتتكرر معانا وما ينفعش تقولها small تقريبا small بس هي small office. The guest room is used when relatives visit.
بيقول لك معناه ان الجاست روم اوضه الضيوف ديتي is used، يعني بنستخدمها لما حد من الاقارب بيزور، يعني when relatives معناه اي حد من الاقارب، اي حد من قرايبك تقول عليه relatives. ده relative مثلا، فهنا جمع relatives. The guest room is used when relatives visit. The office is quiet. The office is quiet and has a desk and computer. The office is quiet. يعني ايه كلمة the office is quiet؟ يعني معناها ان المكان بتاع المكتب ده هادي، مفيهوش دوشة كتير. The office is quiet and has a desk. وفيه كمان مكتب and a computer. وخلي بالك من كلمة desk، هي مش desk، تمام، هي desk حاجة تانية خالص، اللي هي بتاع السي دي، انما دي desk اللي هو المكتب، تمام، desk. The office is quiet and has a desk and computer. The office is quiet and has a desk and computer. Sometimes I use it when I want to work in peace. Sometimes I use it when I want to work in peace. خلي بالك من كلمة work هي مش work ولا حاجة تانية، هي work. Sometimes I want or sometimes I use it when I want to work in peace. فاكر لما قلنا ان كلمة want وبتتقال wanna، يعني تعال نقولها كده. Sometimes I use it when I wanna work in peace. Sometimes I use it when I wanna work in peace. Sometimes I use it when I wanna work in peace. When I wanna work in peace. When I wanna work in peace. تعرف تقولها كده؟ When I wanna work in peace. 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 عايزك كمان تاخد بالك من كلمة peace و quiet. quiet عشان توصف فيها المكتب. مثلا هو قال لك هنا the office is quiet. The office is quiet. بالمناسبة احنا قلنا the office عشان هنا هنا بتبدأ بصوت متحرك فبتقال the. لو كان الصوت عادي خالص مثلا قال لك مثلا the first thing او اي حاجة بتتنطق the لما يكون بعدها صوت ساكن، بتتنطق the لما يكون بعدها صوت متحرك. هنا قال لك احنا قلنا the office is quiet. تعال نرجع لموضوعنا وهي كلمة quiet. استخدمنا المكتب وقلنا المكتب ده quiet ليه؟ معناها ان المكتب ده مثلا مفيش شباك بيجيب زيطة مثلا من الشارع، مفيش دوشة مثلا، بعيد عن دوشة الليفينج روم، بعيد عن دوشة مثلا غرفة المعيشة والناس اللي قاعدة بتتفرج على التلفزيون مثلا ولا حاجة، فبالتالي الدنيا فيها quiet بتوصف مثلا ان مفيش دوشة، مفيش زيطة في المكان. انما كلمة peaceful معناها ان هو انا بشتغل in peace، يعني بشتغل بدون توتر، بشتغل بدون ضغط نفسي، تمام. فديتي الفرق ما بين كلمة peace أو peaceful وكلمة quiet. One of my favorite places in the house is the balcony. It's not very big, but I like to sit there in the evening with a cup of tea. It is peaceful and I can see the street and the neighbors' houses from there. One of my favorite places in the house is the balcony. خلي بالك من كلمة one of مش of. One of my favorite places. خلي بالك من صوت البي، وخلي بالك كمان انها جمع. One of my favorite places يعني بيقول لك اللي هو تعال نقول لك ترجمتها الاول. بيقول لك افضل مكان عندي في البيت او المكان المفضل عندي في البيت هو البلكونه. فكلمه places هنا جمع. ليه بقى جمع؟ يعني ما ينفعش اقول مثلا المكان المفضل او ما ينفعش اقول مفرد هنا، تمام. يبقى one of my favorite ما ينفعش اقول لك مثلا واحده من مكان المفضل، لا، واحده من الاماكن المفضله، لازم اجيبها جمع. one of my favorite places, one of my favorite stores, one of my favorite books, one of my favorite brands، اي حاجه يبقى one of my favorite places. خلي بالك منها جمع. one of my favorite places in the house. One of my favorite places in the house is the balcony. One of my favorite places in the house is the balcony. وخلي بالك من كلمة balcony. One of my favorite places in the house is the balcony. One of my favorite places in the house is the balcony. It's not very big. يعني مش كبيرة. But I like to sit there in the evening with a cup of tea.
يبقى خلي بالك بيقول لك انها مش كبيره. but I like to sit there but I like to sit there to sit there. مش بنقولها to sit there، لا to sit there. لما نكون بنتكلم طبعا اكيد مش بنتكلم كلمه لوحدها كده، لا احنا بنقول جمله على بعضها. but I like to sit there. بندمج الصوتين مع بعض، هي ال T وال TH دول بننطقهم كده واحد. but I like to sit there. but I like to sit there in the evening. in the مش the. ليه in the evening؟ عشان evening بتبدأ بصوت متحرك. but I like to sit there in the evening. بس هو بيحب يقعد هناك في المساء with a cup of tea بفنجان أو فنجان قهوة، فنجان شاي. cup of tea بتتقال كمان لما تكون بتتكلم بسرعة أو على حسب برضو الشخص اللي بيتكلم ده منين بالظبط، بتتقال هي cup of tea. يبقى ممكن تتقال كده I like to sit there in the evening with a cup of tea أو but I like to sit there in the evening with a cup of tea. It is peaceful يعني بيشعر كده إن هو مفيش توتر ومفيش ضغط، يعني هو في البالكوني. It is peaceful and I can see the street and the neighbors' houses from there. And I can see the street and the neighbors' houses from there. فهو بيعرف يشوف الشارع وبيوت الجيران من هناك. and the neighbors' houses from there. Speaking of neighbors, we have some really friendly ones. Our next door neighbor is an old man named Mr. Hassan. He's very kind and always greets us with a smile. Sometimes he brings us fruits from his garden. On the other side, there is a young couple with a baby. They are quiet and polite. We say hi to each other and sometimes we chat for a few minutes when we meet outside. Speaking of neighbors معناها لو احنا بما اننا بقى جبنا سيرة الجيران، بما اننا بنتكلم بقى عن الجيران، هيبدأ يتكلم بقى عن الجيران اللي عنده. We have some really friendly ones. يعني بيقول لك ان احنا عندنا جيران يعني لطيفة ودودة. في فرق بين كلمة friendly وفرق ما بين كلمة friend اللي هي صديق اللي هو صاحبك. friendly معناه ان الشخص ده friendly معناه ان هو ودود. we have some really friendly ones. يعني احنا عندنا جيران ودودة ومحبوبة يعني. Our next door neighbor is an old man named Mr. Hassan. معناها ان الجارنا اللي ساكن جنبنا على طول ده راجل كبير. is an old man. فاكر لما قلنا الصفة بتيجي قبل الاسم is an old man، فاحنا هنا نقول old man مش man old. فاحنا بنقول our next door neighbor is an old man named Mr. Hassan، يعني اسمه حسن. He is very kind and always greets us with a smile. خلي بالك من كلمة always. greets us with a smile يعني اللي هو دايما كده بيقول هاي مثلا ولا حاجة أو بيحيينا يعني بابتسامة. He is very kind and always greets us with a smile. Sometimes أحيانا he brings us. Sometimes he brings us fruit from his garden. Sometimes he brings us fruits from his garden. Fruits يعني لو بيجيب لنا فاكهة. Sometimes he brings us fruits from his garden. يعني اللي هو أحيانا هو بيجيب لنا فاكهة من الحديقة بتاعته. Sometimes he brings us fruits from his garden. On the other side في الجنب التاني بقى on the other side there's a young couple with a baby. يعني في زوجان young couple لما زوجان يعني young couple with a baby. there is a young خلي بالك من كلمة young مش young هي young. there's a young couple with a baby يعني عندهم طفل صغير. They are quiet and polite يعني هم ما بيعملوش دوشة. They are quiet. فاكر الفرق ما بين كلمة quiet و peaceful إنه احنا قلنا مفيش توتر نفسي مفيش ضغط نفسي، إنما quiet يعني ما بيعملش دوشة. فهنا قلنا they are quiet and polite على الجيران لأن هم ما بيعملوش دوشة لينا. They are quiet and polite يعني هم مؤدبين. They are quiet and polite. We say hi to each other يعني احنا بنحيي بعض أهلا
صباح الخير صباح الخير. And sometimes واحيانا we chat for a few minutes. احيانا بنتكلم. we chat مش معناها chat بس كده، احنا ممكن نقول chat على الفويس ونشات على الفويس مسجز، الفيديو قصدي الفيديو كولز، ممكن تقول على المكالمه اللي هو بيتقال عليها تشات عادي، والفيديو كول المكالمه الفيديو بتتقال عليها تشات برضو. كمان حتى لو مع واحد مثلا كده تقول مثلا we chatted for a few minutes ولا حاجه، لو احنا اتكلمنا كام دقيقه، يعني اللي هو انت قابلته بالفعل بس بتقول عليه تشات. يعني هنا كمان هم بيقول لك and sometimes we chat for a few minutes، مش معناها ان هم جيران بس بيتكلموا بعض مثلا على واتساب، لا هم بيتكلموا مع بعض لما بيتقابلوا. حتى هو هنا اكد لك وقال لك and sometimes we chat for a few minutes when we meet outside، لما احنا بنتقابل بره. خلي بالك بقى من نطق الحاجات دي كلها، حاول تكرر وحاول تعيد عشان تعرف تجيب النطق الصح ان شاء الله. Our neighborhood is quiet and safe. There is a small park nearby where children play and people go for walks. There's also a grocery store just a few minutes away, so it's easy to buy what we need. Our neighborhood is quiet and safe. Neighborhood معناها الحي السكني، يبقى المكان اللي احنا فيه هادي ما فيهوش دوشه، محدش بيعمل زيطه، وسيف اللي هو امن. خلي بالك من كلمه our neighborhood، هي مش بتتقال our، تمام، بتتقال our neighborhood our neighborhood our neighborhood. Our neighborhood is quiet and safe. Our neighborhood is quiet and safe. There is a small park nearby. There is a small park nearby. There is a small park nearby where children play. بيقول لك في حديقة. There is a small park. يعني في حديقة جنبينا يعني nearby where children play. خلي بالك من كلمة children، يعني لو عايز تجمعها ما بتقولش children's لأن الكلمة لوحدها جمع، فيعني المفرد بتاعها هو child اللي هو طفل واحد، إنما children هي دي الجمع. خلي بالك من نطقها، أو خلي بالك ما تجمعهاش، ما تقولش مثلا I have 3 children، لا I have 3 children عادي. And people go for walks يعني الناس اللي هم ال people بيطلعوا عشان يتمشوا، يعني في park، في there is a small park nearby، يعني يعني قريبة برضو من البيت، قريبة من الحي أو في الحي. where children يعني في الأطفال بيلعبوا، where children play and people go for walks، الناس go for walk يعني هو بيتمشوا يعني. There is also a grocery store, or there is also a grocery store just a few minutes away. خلي بالك يعني هو بيقول لك هنا في اللي هو سوبر ماركت يعني موجود قريب مش بعيد، يعني اللي هو بس يدوبك كده بعيد دقايق بس بسيطة. خلي بالك من كلمة grocery ليها نطقين، الاثنين تقريبا مستخدمين، يعني في إحصائية اتعملت بنسبة تقريبا في حاجة 48% وفي حاجة بتستخدم بنسبة 52%. يعني تقدر تقول كده نص الناس بينطوها grocery ونص الناس بينطوها grocery ده الجمع. grocery أو grocery بصوت الش أو صوت الس، groceries أو groceries ده اللي هو الجمع. grocery store أو grocery store. So it's easy to buy what we need. يعني فعشان كده سهل ان احنا نشتري اللي احنا عاوزينه. Honestly, I feel lucky to live here. The house is not perfect, but it is full of good memories and comfort. I believe a house is not just about the walls and furniture, but about the people and the feeling inside. Honestly, يعني بكل صراحة أو اللي هو بأمانة، يعني honestly مش بتقولها honestly، بتقول honestly. I feel lucky يعني أنا بشعر إن أنا محظوظ to live here، إن أنا عايش هنا. The house is not perfect يعني البيت اللي هو الحيطانها مش جامد.
يبقى the house is not perfect يعني اللي هو مش كامل، مفيش حاجة perfect يعني هو مش كامل، مش كل حاجة فيه موجودة، مش كل حاجة أنا عاوزها موجودة في البيت. but فهنا في استثناء بقى، إيه هو بقى؟ it is full of good memories and comfort. بس هو ممتلئ بالذكريات الحلوة والراحة. but it is full of good memories and comfort والراحة. comfort. I believe a house is not just about the walls and furniture but about the people and the feeling inside. يعني بيقول لك إن هو بيؤمن إن البيت مش بس بالحيطان. It's not about the walls and furniture اللي هو الأساس اللي موجود وكل حاجة موجودة في البيت. يبقى I believe a house is not just about the walls and furniture but about the people and the feeling inside. بس هو بالناس وشعورك الموجود. هل بتشعر ان انت اكنك في الهوم ولا لا، زي ما هو قالها في الاول. لو فاكر هو قال هنا هو but it feels because it feels like home in every way. هل في بيتك بتشعر ان انت في الهوم ولا لا؟ فده كان كل درس النهارده. اتمنى تكون استفدت وطلعت بشويه معلومات يفيدوك ان شاء الله. بس كده. حابب افكرك ان في ملف PDF موجود ممكن تستفاد منه عشان تعرف القصه وتعرف تقراها. كمان حابب افكرك ان لو عندك اقتراح لموضوع معين ممكن تكتبه لي تحت في التعليقات، بحيث ان احنا نتكلم عنه بعد الانتهاء من المواضيع الاساسيه اللي احنا لازم نتكلم عنها عشان نطلع من المرحله ديت ونبتدي نتكلم في حاجات اعقد شويه من ناحيه اذا كانت المواضيع او الحاجات اللي لها علاقه بالجرامر او الحاجات دي كلها. بس كده، وده كان الدرس بتاع النهارده. اتمنى تكونوا استفدتوا، وشكرا للمشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.